كل سنة وانتوا طيبين يا أحلى متابعين. أفكار سحور اقتصادي في رمضان يشبعك وما يعطشكيش ويوفر معاكي ميزانية الشهر. بسم الله. السحور الذكي مش بس أكل وخلاص، السحور الصح هو اللي يدي طاقة طول اليوم ويخليكي تصحي مرتاحة من غير عطش ولا إرهاق. وعلشان كده جمعتلك أفكار عملية تتعمل في البيت بسهولة وتوفر معاكي كتير. يلا. أولاً الزبادي البيتي، أوفر وأطعم من الجاهز. بنغلي اللبن ونسيبه يهدى لحد ما يبقى دافي زي حرارة الإيد. نضرب علبة زبادي مع شوية لبن في الخلاط ونضيفها على باقي اللبن ونوزع في أكواب. يتحطوا في صينية فيها مية دافية ويدخلوا فرن متطفي من 5 ل6 ساعات. ولو حابة تغيير اضربي فراولة وحطيها عليه، يبقى زبادي فراولة طبيعي ستروبري. تاني حاجة العيش الكماج أو الشامي في البيت. دقيق زائد خميرة زائد سكر زائد ملح زائد لبن ومية للعجن. إضافة نص كوب سمن بتدي طراوة وطعم حلو جدا. يتخمر مرتين علشان يطلع منفوش وخفيف، وبعدها على فرن البوتاجاز لحد ما يستوي. تدميس الفول في البيت سر التوفير. الفول يتحط مع بصل وطماطم وتوم وجزر مبشور ويتساب على نار هادية جدا. في آخر التسوية معلقة خل صغيرة تحافظ على اللون فاتح وما يسودش. كده يبقى عندك فول يكفي كذا يوم للسحور. عجينة الطعمية الجاهزة في الفريزر. فول مدشوش منقوع زائد كرات زائد توم زائد بصل زائد كزبرة ناشفة. نضربهم في الكبة مع نقطة مية بسيطة ونصفيها كويس. تتقسم أكياس وتدخل الفريزر. وقت السحور تطلعي وتقلي على طول. تحويل الجبنة القريش لجبنة كريمي. نضرب الجبنة القريش مع نص كوب لبن وقليل زيت. ممكن تضيفي فلفل ألوان أو حتة رومي أو شيدر علشان الطعم يبقى غني. أو تتعامل بالنعناع أو فلفل حار وتتحفظ في علب للسحور السريع. أفكار بطاطس وبيض مشبعة وسهلة. البطاطس المتحرجة بطاطس صغيرة مسلوقة تتحمر في سمن مع كمون وفلفل أسود. بطاطس مهروسة بالبيض. بطاطس مهروسة مع بيض مسلوق أو مقلي. والبيض يتقدم أومليت شكشوكة أو مع الجبنة القريش حسب المزاج. نصايح مهمة للسحور المريح. بلاش الأجبان المالحة والمصنعة علشان بتسبب عطش. خزين البيت من البيض والفول بيوفر كتير بدل الشراء اليومي. الزبادي والفول والبيض أفضل اختيارات تشبع وما تتعبش المعدة. ما تنساش تصلي على الحبيب. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد. عايزة تعرفي سر طعم فول العربيات اللي بيخلي الناس تقف عليه طوابير؟ جربي الطريقة دي وهتحسي إنك واقفة بتفطري عند أحسن عربية فول في قلب الشارع. تعالي نحضر دقة السر اللي بجد هتنقل الفول في حتة تانية خالص. هاتي إزازة فاضية وحطي فيها كوبايتين مية وعليهم نص كوباية عصير ليمون وفنجان صغير خل، وزودي عليهم المعلقة الكبيرة من كل حاجة: توم مفروم، كزبرة ناشفة، شطة وملح، وما تنسيش معلقة صغيرة من الكمون. وأهم تكة بقى 3 معالق كبار زيت حار، هو ده اللي بيدي الريحة والطعم الأصلي. قلبي المكونات دي كلها كويس أو رجي الإزازة جامد وسيبيها في التلاجة ساعتين على الأقل عشان الطعم كله يتجوز ويدخل في بعضه. وعشان تاكلي طبق فول عالمي، سخني شوية زيت حلوين على النار وانزلي بالفول بتاعك. ضيفي شوية من الدقة اللي عملناها وقلبي الريحة اللي هتجيب لآخر الشارع. وعند التقديم رش الطحينة على الوش مع نقطة كمان من الدقة. وهنا بقى يكمن السر. جربيها وقوليلي بذمتك مش أحلى وأنضف من فول العربيات؟ بالهنا والشفا. كل سنة وانتوا طيبين يا أحلى متابعين.